السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن القيود التي ألغتها السعودية لحج 2023 وكذلك لعمرة 2023. قبل الخوض في التفاصيل رجاء لا تنسونا من لايك واشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد، وجزاكم الله ألف خير. المملكة العربية السعودية تعلن عن السماح للمسلمين بأداء فريضة الحج لهذه السنة 2023 من دون قيود على عدد الحجاج أو أعمارهم، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنها ستلغي قيود كوفيد-19 في موسم الحج 2023، وستستضيف عددا كبيرا من الحجاج يضاهي ما كانت عليه قبل الجائحة بدون قيود على العمر. ويعتبر الحج مصدرا رئيسيا لدخل السعودية، لذلك تهدف خطة بن سلمان إلى زيادة طاقة العمرة والحج إلى 30 مليون حاجا سنويا، والحصول على عائدات تبلغ 13.32 مليار دولار في أفق 2030. وأشار وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة إلى أنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام، ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة تصل إلى 73%، والمعتمرين بنسبة تصل إلى 63%. وأضاف الوزير أن حكومة المملكة قدمت خدمات كثيرة لضيوف الرحمن، كما يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 21 ساعة، ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريال إلى 29 ريالا بنسبة تصل إلى 73%. كما أنه يمكن لأي قادم للسعودية بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.